بصوا، انا عايز اتكلم كده عن ناس بتستفزني شويه في التعليقات، ومعلش استحملوني في الفيديو ده. في ناس مثلا، انا كنت كاتب المثال بوست عن ان دينيرو ما حضر، كان في لجنه تحكيم وشاف فيلم زوجة رجل مهم لاحمد زكي، وقال لاحمد زكي انت ممثل عظيم، وحضنه وفي متصورين مع بعض صوره. والحكايه دي حكاها 3 صنفار، حكاها محمد خان في برامج، حكاها عماد الدين اديب كان حاضر مع احمد زكي، حكاها احمد زكي. في 3 مصادر للمعلومه، وفي صوره فوتوغرافيه قبل ما يخترعوا اللي هم يركبوا صور مع بعض، موجوده بين روبرت دينيرو وواقف جنب احمد زكي. فالحكايه موثقه من 3 مصادر. فتلاقي واحد يقول لك ما حصلش. طب انت يا حبابي ما حصلش ليه؟ انا ما اعرفش. ماشي، ما انت مش محور الكون ولا طرف الصينيه المقرمش عشان كل الاحداث اللي بتحصل لازم تجي لك. انت لازم تدور. انا عن نفسي مثلا باجي اقرا بحث، بشوف فيلم، بشوف مسلسل، ما بعرفش معلومه، بدخل على جوجل، الموضوع بسيط جدا، اشوف الموضوع ده حصل ولا ما حصلش. مش اقول ما حصلش عشان انا ما اعرفش. يعني دي مشكله عندنا كمعلقين عرب، ان انت عشان انت ما تعرفش الحدث تقول ما حصلش. ده شيء غريب يعني. فيكتب لك ايه، انا ما شفتش ان روبرت دينيرو قال كده. يا بابا انت تشوفه فين؟ انت حاجه بقول لك سنه 85 باين ولا 86، انت هتشوفها فين ولا هتعرف منين؟ ما هو ده تاريخ. مش مقتنع بالصوره، ابحث على جوجل. كسل، وكسل يؤدي الى غباء. ويتهمك بقى كذب، تضليل. طيب كذب وتضليل ايه؟ يعني الموضوع فيه 3 شهادات متنوعه. انا بحكي لكم كنموذج، مش بحكي لكم كبوست تحديدا. ناس تانية تيجي تعلق مثلا على البوستات الدونيه، ان هو شايف ان احنا ان احنا مثلا كعرب وكمصريين وككده، اللي احنا اقل من ان روبرت دينيرو يقول لنا ان انتوا ناس عظماء وبتعملوا فن وعندكم موهبه. يا بابا لا، احنا ناس احنا حضاره كبيره جدا، وناس مهمه، وناس جميله، وناس ممكن في يوم من الايام كنا بنسود العالم، وهنرجع في يوم من الايام تاني نسود العالم. الموضوع ابسط من كده بكتير. انت مش حابب ثقافتك وحضارتك وتاريخك، وشايف ان هو لا يمثلك، خلاص مالكش دعوه بالبوستات بتاعتي. يعني الموضوع ابسط من كده بكتير. انا مش بحب عقده الخواجه، ومش بحب، انا بحترم جدا الاجانب، وبحترم الانسانيه بشكل عام، وبحترم كل الثقافات. بس مش معنى كده ان انا ما احترمش ثقافتي اول نمره 1 ثقافتي. لان ثقافتي دي هي انا، هي تكويني. هو انا ما طلعت قريت روايات ولا قريت ولا شفت افلام في الاول ولا شفت ايه؟ ما شفت حضاره عربيه وثقافه عربيه، وتربينا على الثقافه الاسلاميه والحضاره الاسلاميه والثقافه الفرعونيه. كل واحد، كل جزء اجزاء مكونه لثقافتي وحضارتي وعبقريتي وانسانيتي. ومش معنى كده ان انا بقلل من الحضارات التانية، لا بالعكس، انا بحترمها، بس انا مش مذلول لها. يعني عقده الخواجه اللي عند الناس ديت، ان هم شايفين ان روبرت دينيرو اكبر من ان هو يقول ده احمد زكي انت ممثل عظيم. انا بحب جدا روبرت دينيرو، شايف واحد من اعظم الممثلين اللي جم في تاريخ البشريه. بس ده لا يقل ان انا شايف ان احمد زكي ممثل اهم من روبرت دينيرو، لانه يعبر عني وثقافه عربيه وعربي ومصري، وعرف يجسد احلامي وطموحاتي في عدد كبير من الافلام، ووراني تاريخي، ووراني حاجتي، ووراني حياتي. فمعلش الناس بقى اللي بتعمل التعليقات السخيفه دي، بعد اذنكم خفوا شويه. يعني الدنيا مش مستحمله. خليكم كده ظراف لطاف، جامدين حلوين. ادخلوا على جوجل، اعملوا سيرش، هتلاقوا المعلومات موجوده قدامكم. بلاش اتهامات ان انت كذبت على روبرت دينيرو. لا، انا ما بكذبش على روبرت دينيرو. انا مش حد، ممكن اغلط طبعا، كلنا بنغلط، ممكن اقول معلومه صح وممكن اقول معلومه غلط، ده شيء وارد جدا. بس انا مش حد اللي انا بقول معلومات غلط. لا، انا بالعكس، انا كل معلوماتي بنسبه قول 80% 85% بتكون صحيحه. ولو ما بغلط في معلومه او بتلخبط او بكتب نتيجه حاجه سرعه، او ببدل اسم مكان اسم، او بنسى اسم فنان، عادي بتلخبط، بقول انا اسف، او انا غلطت، او انا مش متكبر خالص. انا انسان بسيط جدا. ف يعني بسطوا الدنيا، والدنيا حلوه يعني. شكرا لكم.